اكتر حاجة ممكن تهز اي بنت كلمة، تعليق على شكلها، تعليق على لبسها، على ضحكتها، على احلامها، على اهدافها. مش بس بنت، اي شخص في الحياة بجد ممكن كلمة واحدة تهز ثقته في نفسه، يحس ان هو قليل. بتيجي ناس فاكرة ان هي تنتقدك او ان هي تنصحك وتكون اجريسيف، ان دي في حد ذاتها قوة عندها، وان هي دايما صح ومعاها حق. ما بيكونوش عارفين، في بعضهم اللي ما بيكونوش عارفين ان ده بجد بيبقى بمثابة اذى، بس متغلف على هيئة نصيحة. ده يا بنات هتعلموا فيه ازاي تعرفوا الفرق ما بين الانتقاد اللي ممكن يهدكوا والانتقاد اللي ممكن يبنيكوا، لان في انتقاد فعلا ممكن يبنينا ويطورنا. كمان في نفس الوقت هتتعلموا ازاي ثقتكم بنفسكم تزيد مهما الناس قالت. ليه اصلا الانتقاد بيوجعنا؟ اغلب المجتمعات العربية البنات فيها اتربت على ان هي ترضي الناس قبل ما تفكر انها ترضي نفسها. والموضوع ده بدأ من اقرب الناس ليكي، انك بتحاولي ترضي اقرب الناس ليكي بتبديهم على نفسك. زي مثلا انك تربطي قيمتك برأي الناس، بمحبة الناس ليكي. مثلا تلاقي حد قالك ان انتي فاشلة، لو انتي خصوصا في مدرسة، او حد حاول يحسسك ان انتي مش كفاية او مش نافعة. كلام الشخص ده ليكي هو لمس حاجة جواكي، فبتبدأي تصدقي ايه ده، انتي فاشلة، انتي مش شاطرة. اللي هو ده كلامه فعلا عني. لو حد قالك كلمة ووجعتك، اعرفي ان هي في حاجة جواكي بجد انتي محتاجة تتصالحي فيها مع نفسك. عشان تعرفي تتعاملي مع انتقاد الناس محتاجة تتعلمي وتعرفي هو ايه انواع الانتقاد، عشان تعرفي تتعاملي مع كل واحد ازاي. نوع من انواع الانتقاد، وهو ما بسموهوش بصراحة انتقاد، ممكن اقول اقتراح. حد بيحاول يقترح عليا حاجة، مثلا ان انتي لابسة اوتفيت حلو قوي بس الشنطة بتاعته مش لايقة عليه. اجي اقولك هو حلو قوي الاوتفيت ده، بس الشنطة اللي انتي لابساها هي حلوة، بس لو لبستي درجة تانية او شكل تاني هتبقى احلى. بالطريقة دي ما بنتقدكيش، بس منها بقدم لك حل، بديكي حاجة احلى، بقترح عليكي على حاجة احسن. مثلا انتي بتتكلمي حلوة قوي بس مثلا نبرة صوتك عالية. حاجة اقولك صوتك، يعني الكلام اللي انتي بتقوليه حلو جدا وبجد كلامك جميل، بس نبرة صوتك محتاجة ان انتي توطيها شوية. هيبقى احلى لو انتي توطيها شوية، بحيث ان الناس ما تكونش منزعجة ولا متضايقة. هنا انا هدفي ان انا اطور الشخص، مش هدفي ان انا انتقد او اجرح الشخص. انا محتاجة استخدم الاسبونج دي عشان انا افورت الدنيا. المهم، تبداي تفهمي ان الشخص ده بيحبك، عايزك تبقي احسن، عايزك تبقي افضل، مش بينتقدك، مش بيجرحك، ما بيقولكيش الحاجه بطريقه اجريسيف. الانتقاد المؤذي اللي هو الهدف منه ان انا اهين الشخص اللي قدامي. ان حد مثلا يجي يقولك ايه ده انت جسمك وحش قوي، بصي بطنك، بصي بصي جنابك، بصي انت عايز يطلع فيكي اي حاجه وحشه، بصي عينيكي، بصي وشك فيه حبوب ازاي، ضحكتك، ايا كان ايه. هو بس بيحاول ينتقدك ويحاول يخليكي تحسي بالاهانه، وان انت قليله وان انت مش كفايه، وتبداي تشكي في نفسك. ليه؟ عشان انت صدقتي كلام الشخص ده عنك. فاعرفي ان ده بجد النقد اللي ممكن يهدك، اللي يخليكي تحسي ان انت مش عايزه تتكلمي تاني ولا تتعاملي تاني ولا تظهري تاني، وتبداي تكرهي نفسك وتكرهي جسمك، تبداي تكرهي الحاجه اللي هما بينتقدوك عليها اصلا. زي مثلا ان حد يجي يقولك انت فاشله، مش نافعه في اي حاجه. لو عملتي حاجه جه قالك انت مش نافعه، تعملي ايه؟ غيرك انك وقتها لو بجد ما عندكش ثقه في نفسك هتصدقي ايوه انا كده، عشان انت خلاص قررتي ان انت تشوفي نفسك وتشوفي صورتك تجاه نفسك من خلال الشخص ده. ممكن تبدأي تشوفي نفسك من خلال مامتك، من خلال باباكي، من خلال صحابك. اعرفي مش معنى ان حد قال رأيه فيكي او على حاجة فيكي ان كلامه ده صح. مش لازم تصدقي اي حاجة تتقالك، لان الشخص ده شايفك غير بس من بره، مش شايف اللي جوه. فهو لما يجي هينتقدك على حاجة بره وهو مش عاجباه، او عشان هو حاسس بالنقص.
لما تيجي تلاقي حد بينتقدك هقولك تعملي ايه. اسألي نفسك، هو الشخص ده بيحبني بجد؟ طب هو الشخص ده بيحترمني؟ يستحيل حد بيحترمك هيحاول ان هو يهينك. هو الشخص ده بيحاول يحل حاجة معاكي، بيحاول يحل مشكلة معاكي، ولا هو بس بمجرد هو بيحاول ان هو يهجم بآرائه عليكي؟ ازاي ما تاخديش الانتقاد بشكل شخصي، ده اللي انت محتاجة انك تتعلميه. ما تاخديش اي كلمة ان هي دي شخصيتك، محتاجة تتعلمي ده. محتاجة تتعلمي تفصلي ما بين انا غلطت ما بين انا فاشلة. ليه؟ لان انا غلطت ده مجرد سلوك، حاجة عملتها غلطت فيها، فانا اقدر اغير الحاجة دي عادي. ما بين انا فاشلة، يعني فاشلة دي حاساها زي صفة، فما تشوفيش نفسك ان شخصيتك او انت نفسك اللي غلط، او ان انت فيك حاجة غلط او فيك حاجة ناقصة، او انك فاشلة. لان الغلط ده مش هويتك ابدا. الغلط ده خلاص حاجة غلطتي فبتتعلمي فبتتطوري، والناس كلها كده، الناس كلها بتغلط وبتتعلم، مش انتي بس، مامتك، باباكي، اخواتك، صحابك، اي شخص في ربنا خلقه في الكون ده كله عادي بيغلط بيتعلم. ما احنا معلش هنتطور ازاي لو احنا ما غلطناش، ما وقعناش؟ هنعرف نقوم تاني ازاي؟ تستنيش ان ثقتك بنفسك تكون جايه من ان الناس تقعد تسقف لك وتقول له برافو عليكي يا حبيبتي اللي انت بتعمليه، على تصرفاتك، على اختياراتك. اطلاقا. لان انت لو بتفضلي تعملي كده انت هتعيشي حياتك كلها ملك للناس، مش هتبقى ملكك انت. محتاجه تفهمي وتتعلمي كويس قوي ان في ناس هتنتقدك مش لمجرد ان انت في حاجه غلط، هما هينتقدوكي لمجرد ان هما حاسين بالنقص. مثلا واحده ناجحه هتلاقي مثلا واحده فاشله ما عملتش اي حاجه، ما انجزتش، ما حققتش اي حاجه، بتنتقد واحده لمجرد ان هي ناجحه. هتنتقدها بقى في اسلوبها، هتنتقدها في طريقه كلامها، هتنتقدها في لبسها، المهم ان هي تطلع فيها اي عيب وخلاص. محتاره استخدم انهي درجه بلاش، دي ولا دي؟ انا مش عارفه اعمل انهي واحده. اي ثينك انا عايزه استخدم دي، ممكن اعمل ميكس. المهم انا اللايف كوتش بتاعتي قالت لي خلود، انت الناس لما بتيجي تنتقدك مش بتنتقدك انت لشخصيتك وهويتك، الناس بتنتقد السلوك بتاعك، بتنتقد البرنامج اللي انت عليه. يعني السلوك ده عبارة عن برنامج. مثلا انا كنت عايزة اظهر على السوشيال ميديا، فاخدت قرار، كنت خايفة وكنت خايفة من الناس تحكم عليا، كنت خايفة من الانتقادات. جس وات اللي حصل بعد ما بدأت اظهر؟ لقيت ناس بتنتقدني، في ناس ايه ده انتي بتطلعي بتعملي فيديوهات وكده، وكانت ناس قريبة. الفكرة كلها ان بدات افهم ايوه هم مش بينتقدوا خلود نفسها، هم بينتقدوا الفعل اللي انا عملته. اقول لك ازاي بقى تردي على الانتقاد وانت عندك ثقه في نفسك. نحط البلاش القمر بتاعنا. اوكي، حاسه انا افورت بقلب كلاون مع البلاش. المهم ان انت لو حد بينتقدك او بطريقه فيها احترام، ما فيهاش ابدا غلط فيكي ولا فيها تعدي على حدودك، قولي له اوكي شكرا، انا ممكن اخد بالي من الحاجه اللي هو بينتقدك فيها دي. مثلا حوار مثلا اللبس، طريقه الكلام، وخصوصا ان انت بتبقي عارفه ان الشخص ده بيحبك. تمام. في ناس تانية لما تيجي تلاقيها بتنتقدك انتقاد في جرح ليكي، بيجرحك من جواكي، بيوجع قلبك، بيكسر قلبك، محتاجه تقول لهم لا شكرا، انا ما طلبتش رايكم، او انا بحترم كلامك بس الطريقة اللي انت بتكلمني بيها وبتتعامل بيها معايا انا مش متقبلاها. محتاجة انك تكوني حازمة في كلامك، يعني نبرة كلامك كده فيها شدة على للطرف التاني، ان هو لا انا مش هقبل بالكلام اللي انت بتقوله ده، وانا ما اقبلش ابدا الاسلوب ده، ما اقبلش ان حد ينتقد جسمي، انا ما اقبلش ان حد ينتقد شكلي. لو لقيتي الشخص ده مستفز اكتر وما احترمش الكلام بتاعك واول رد ليكي، احسن حاجة تعمليها هي انك تتجاهليه. عارفة الهوا؟ اعتبري الشخص ده هوا، بمعنى هو الشخص ده كل اللي عايزه ايه؟ ان هو يستنزف الانرجي بتاعتك، ان هو يقولك الكلمة فانت تحرقي في دمك فتردي عليه بكلمة زيها فتغلطي. فلا،
انت اللي عليكي بتفكري ان انت تحمي نفسك، تحمي الطاقة بتاعتك من ان الناس دي ان هي تستنزفها. لان خلي بالك الشخص المستفز وبينتقدك طول الوقت هو عايز يسحب الطاقة بتاعتك، عايزك تحسي ان انت قليلة، عايز تقعدي تردي عليه، فمش هتخلصي. فالفكرة كلها انت مش موجود، كأن ربنا ما خلقكش. وانت طول الوقت متعودة انك تردي عليهم كل لما ينتقدوكي وتتعصبي وتبيني ان انت قد ايه متعصبة. لا، ادي المرة دي بقى رد فعل مختلف، ان انت لا، انا هحمي طاقتي، انا الشخص، وتكوني عارفة في دماغك ان الشخص ده يا عيني حاسس بالنقص، حاسس ان في حاجة من جواه ناقصة، فهو بيحاول يخليكي تكرهي نفسك، تكرهي حاجة فيكي، فما تدهوش الفرصة ابدا ان هو يعمل ده. دايما اشوف نفسي من خلالك مش من خلال الناس، لان دي الدعوة اللي انا كنت بدعيها بجد. كنت بقعد ادعي يا رب انا عايزة اشوف نفسي من خلالك. والدعوة دي هتفرق في ايه؟ ان بجد مفيش حد هيشوفك باحسن حال، مهما غلطتي، مهما تعبتي، مهما كان فيكي ايه، مهما كانت عيوبك، محدش هيكون قبلك بنسبة 100% بجد غير ربنا. هو بيكون شايفك في احسن صورة لان هو خالق اصلا في احسن صورة. نحط شوية هايلايتر تاني. تعرفي دايما النضج انك تعرفي تردي امتى وتعرفي تتجاهلي امتى، وانك مش محتاجة انك طول الوقت تردي ولا محتاجة انك طول الوقت تبرري. قوليلي طب ازاي اشتغل على ثقتي في نفسي لدرجة ان الناس ما تهزهاش ابدا؟ اتعلمي انك بتشتغلي وبتتعلمي وبتطوري من نفسك لنفسك، مش عشان خاطر الناس. احتفلي بانجازاتك الصغيرة، اي انجاز صغير بتعمليه احتفلي بيه بنفسك. وخصوصا الحاجة كمان اللي الناس بتنتقدك عليها، قولي لنفسك ان انتي فخورة وقد ايه ان انتي so proud بنفسك، عشان خاطر انتي ما سمحتيش انك تتأثري بكلامهم، واخترتي انك تبدأي تكوني فاهمة وواعية ان الناس اللي حواليكي بيتعاملوا معاكي من خلال ايه. ما تخليش صوت الناس اعلى من الصوت اللي جواكي. في صوت جواكي يقولك لا انتي تقدري، انتي تستحقي، انتي ناجحة، انتي شاطرة. في صوت تاني للناس يقولك لأ، عكس الصوت اللي جواكي. اختاري دايما انك تسمعي الصوت اللي جواكي مش صوت الناس. حطي نفسك أولوية. أهم حاجة محتاجة تعمليها، اختاري دايرتك بعناية. بمعنى انت عارفة مين اللي تأثيره قوي عليكي ومين تأثيره لأ مش قوي، وعارفة مين اللي بيبنيكي بيخليكي تتحسني وتكوني أحسن ونفسيتك تبقى أحسن وطاقتك أحسن، ومين الناس اللي بتخلي طاقتك زي الزفت، تخلي طاقتك وحشة، تخليكي حاسة ان انت ما عندكيش انرجي ان انت اصلا تعملي اي حاجة من كتر كلامهم السلبي. اعرفي الناس تقول اللي هي عايزاه، تعبر عن اللي هي عايزاه، بس القرار في الاول وفي الاخر في ايدك انتي. انتي اللي بتختاري تتأثري بيهم او ما تتأثريش بيهم، من خلال طبعا ثقتك في نفسك اللي بتبنيها. فاهمة وعارفة دايما ان البنت الواثقة مش اللي هي مفيش حد ابدا ما بينتقدهاش اطلاقا. بالعكس هتلاقي البنت الواثقة بتتعرض لانتقاد بس هي ما بتتأثرش بيه. لكن البنت اللي مش واثقة بتبقى عايزة تخلي ترد على الناس كلها، مش عايزة أي حد ينتقدها. لكن الواثقة من نفسها مش هاممها مين ينتقدها أو مين ما ينتقدهاش، لأن هي عارفة نفسها على إيه، هي عارفة هي من جوه عاملة إزاي، عارفة صورتها عن نفسها إيه. مش محتاجة إن حد يقول لها أنتي حلوة أو وحشة. ابدأي اتعلمي إنك تستمد قيمتك مش من الناس، أنت بتستمد قيمتك من اللي خلقك، من ربنا. لأن لو أنت مش قيمة ولو أنت مش غالية عند ربنا ما كانش ربنا خلقك. بس بالعكس قد ايه بجد احنا ربنا بيحبنا قوي وشايفنا ان احنا قيمين وحياتنا غالية وقيمة. فتخيلي ربنا شايفك قد ايه بالصورة دي، وانتي شايفة نفسك بس وشايفة قيمتك وصورتك من خلال الناس. فابدأي اتعلمي كل مرة تحسي ان انتي رابطة قيمتك بالناس قولي لا، انا قيمتي بستمدها بس من ربنا. وابدأي قولي ان كتير جدا انك راضية عن نفسك. بجد ده اكتر تمرين انا كنت بعمله، ان انا طول اليوم بقعد اي حاجه صغيره عملتها بقول انا راضيه عن نفسي. كنت بتعرض لو حتى اتعرضت للانتقاد بقيت بقول انا راضيه عن نفسي. المهم ان انا ما استسلمتش، ما سمحتش ان الانتقاد ده يأثر عليا ويأثر على حياتي. لان في ناس
بتوقف حياتها وبتخاف من كتر ما هي خايفة ان هي الناس تحكم عليها، ان الناس تنتقدها. واخيرا لو الفيديو ده استفدتي منه ابعتيه لواحدة عايزة على قلبك وبتحبيها عشان هي كمان تستفاد. وكمان قولولي ايه رأيكم في الميك اب.